اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الجلوتامين، وهنعرف هل الجلوتامين اقدر ان انا اخده من الاكل، وهنعرف ايه فوائد الجلوتامين واخد الجرعه ازاي، وهل الجلوتامين ليه اضرار. لو لسه ما عملتوش سبسكرايب انزلوا اعملوا سبسكرايب دلوقتي، وما تنسوش تتابعوني على بقيه الاكونتس التانية واسالوا عن الاونلاين كوتشنج. يلا بينا. ممكن يحصل ايه لو جسمي مش موجود فيه نسبة الجلوتامين الكافية؟ الجلوتامين حمض اميني رئيسي موجود في عضلاتك، وبيتكون 61% من عضلاتك من الجلوتامين، والجلوتامين فيه 16% من النيتروجين، وده بيخليه الناقل الرئيسي الموجود في جسمك. وفي وقت التمارين العنيفة جسمك بيخلص الجلوتامين بشكل كبير، وده بيسبب ان انت بتكون تعبان شوية وبيقلل قوة تحملك. طيب الجلوتامين فوائده ايه؟ الجلوتامين ليه دور اساسي في تفكيك البروتين وتضخيم الخلايا، وبرضه بيساعد على عمليه الاستشفاء العضلي، وبرضه بيساعد على زياده افراز هرمون التستوستيرون في الجسم. وطبعا كل ما زاد التستوستيرون في جسمك كل ما انت حرقت دهون اكتر. ومش بس كده، برضه بيساعد على بناء العضلات. ومش بس كده، انت بتحرق دهون وبتبني عضلات في نفس الوقت، فهو بيزود من الاتنين. وده بيخلي الناس في وقت التنشيف ان هم بيستخدموا الجلوتامين بحيث ان هم ما يخسروش البنية بتاعت العضلات اللي هم عملوها. والامعاء بتحتاج للجلوتامين عشان تحافظ على الجهاز الهضمي، وبكده بيكون احتياجنا للجلوتامين بشكل كبير. وده مش عشان عضلاتك بس، لا، ده بيحافظ على صحتك وبيزود من مناعتك. طيب الجرعة اليومية بتاعتك ممكن تكون ايه؟ الناس اللي بتتمرن وبتبذل مجهود كبير في التمرين بيكون من 10 ل 15 جرام جلوتامين في اليوم. ومن الافضل ان انت تقسم جرعاتك على خلال اليوم، يعني 5 جرام كل مرة. برضو لازم تكون عارف ان انت ممكن تكون بتستخدم الجلوتامين من الاكل او المكملات اللي انت بتستخدمها فيها جلوتامين. طيب انت تعرف ازاي؟ في ظهر العلبة هتلاقي مكتوب عليها. حاول ان انت تقرا النيوتريشن فاكتس بتاعت كل مكمل انت بتستخدمه، وده عشان تعرف انت بتدخل قد ايه جلوتامين لجسمك في اليوم. اجمد وقت ممكن تاخد فيه الجلوتامين قبل النوم، الصبح بعد التمرين. طيب هل في اضرار لاستخدام الجلوتامين؟ لا، وفي ابحاث كتير اتعملت على الجلوتامين ولقوا ان مفيش اي اضرار على المدى البعيد لاستخدامك للجلوتامين. بس برضو استخدامك ليه بجرعات غلط ده بيسبب مشاكل، ومن اشهرهم وجع البطن. علشان كده لازم نحترم الجرعة المكتوبة على المنتج اللي انت جايبه او المكمل اللي انت بتستخدمه. الاكل اللي بيتوفر فيه الجلوتامين بشكل كبير: اللحمة والفراخ والسي فود، المأكولات البحرية والألبان، الفاصوليا والسبانخ، وفي اكل كتير تاني بيتوفر فيه الجلوتامين. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة عن الجلوتامين، وبرضه خلصنا سلسلة أهم 8 مكملات تقدر إن أنت تستخدمهم. شرحنا فيها أنواع المكملات وفوائدهم وأضرارهم والجرعات بتاعتهم وأخدها إزاي من الأكل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تتابعوني على بقية الأكاونتات. انزل بسرعة اكتب في كومنت الفيديو اللي أنت محتاجني أتكلم عنه، وهتكلم عنه إن شاء الله. أشوفكم في الحلقة الجاية.